تاخد أي عدوى حرفيا. أما بقى بورث فنجي أول حرف فيها هو الباراميكزو فيروسز، اللي بتكون عبارة عن سنجل ستراندد ار ان اي نيجاتيف سنس، وبالإضافة لكده تشمل على بعض الفيروسات زي الممس فيروس، وهو ده عبارة عن الفيروس اللي بيسبب مشاكل في الغدة النخامية، يعني بيعمل سويلنج في الباروتيد جلاند. أما في الفيديو ده هناخد جنرال فيرولوجي. لو تخيلنا كده ان احنا هنشوف فيروس بالميكروسكوب، وجينا وحطينا الفيروس ده على الشريحة وحطيناها تحت الميكروسكوب، فهنلقى ان مفيش حاجة وان احنا مش شايفين حاجة. وده بسبب ان الفيروس بيكون حجمه صغير جدا، حيث بيصل من 20 نانومتر الى 400 نانومتر. وال20 نانومتر دي اللي هي بتمثل اصغر فيروس، بتمثل البارفو فيروس، بينما ال 400 نانومتر واللي بتمثل أكبر فيروس فهي بتمثل البوكس فيروس. وعشان نقدر نشوف الفيروس ده فاحنا بنستخدم الالترا ميكروسكوبيك، وهي الميكروسكوب اللي بيكبر أضعاف اللي بيكبروا الميكروسكوب العادي، عشان أقدر أشوف الفيروس اللي بيكون بالنانومتر. ولو جينا وشفنا الفيروس ده فهنلاقيه إن هو عبارة عن كائن مش بيقدر يعيش خارج الخلية، وعشان كده هو بيضطر إن هو يرتبط بالخلية ويحصل له فاجوسيتوزس ويدخل داخل الخلية عشان بعدين يبدأ يتكاثر. وهو كده بيعتمد على الغذاء اللي بياخده من داخل الخلية عشان يقدر يتغذى وبعدين يتكاثر في العدد داخل الخلية. وعشان كده احنا بنقول عليه كائن عاقل، يعني بيعول على الخلية اللي بيدخل فيها. وأما عن الأشكال بتاعته، فأول شكل ليه فبيكون عبارة عن لونج فيلامنت، ده عبارة عن خيوط كده، وهو عبارة عن الأبولا فيروس. أما الشكل الثاني فهو عبارة عن سيفيريكال، زي ما انتم شايفين هو عبارة عن شكل كده دائري، فبنقول عليه سيفيريكال، وده اللي بيمثل الريترو فيروس. أما الشكل الثالث فهو عبارة عن الإسبيرم، يعني شكله زي الحيوان المنوي، وده بيمثل البكتيريوفاج. أما الشكل الرابع فهو عبارة عن البريك شيب، وده بيمثل على الأشكال عبارة عن قوالب، عشان كده احنا قلنا عليها بريك شيب، وده اللي بيمثل أكبر فيروس وهو البوكس فيروس. أما عن المورفولوجي بتاعت الفيروس، فالفيروس ده أول طبقة بيتكون منها وهي اللي بتحميه، وهي عبارة عن الكابسيد. وبعد الكابسيد بيتكون طبقة تانية وهي عبارة عن الانفلوب، اللي بتكون من طبيعتها إن هي بتكون ليبيد، واللي بيكون موجود عليها السبايك بروتين، اللي هو برضو من وظيفته إن هو يستطيع إن هو يرتبط بالخلية والريسبتور اللي على الخلية ويحصل الفاجوسيتوزس، وتبدأ بعدين الفيروس ده إن هو يبدأ يتكاثر داخل الخلية زي ما احنا اتفقنا. وأما عن النوع الفيروس الثاني فهو بيكون نون انفلوبد. وعشان نفهم يعني ايه نون انفلوبد، يعني بيتكون من الكبسد فقط، مفهوش طبقة الانفلوبد اللي انتوا شايفينها. وعلى الكبسد ده بيكون محتوي عليه السبايك بروتين، اللي برضه من وظيفته ان هو يرتبط بالريسبتور بتاعت الخلية عشان يحصل فاجوسيتوزس وبعدين يبدأ يتكاثر داخل الخلية. أما بقى عن الجزء الأهم بتاعت الفيروس، وهو عبارة عن ال DNA أو ال RNA فيروس، على حسب الفيروس ده DNA أو إنه RNA. ولو جينا كده وأخدنا ال DNA فيروس فهنلاقي إن معظم ال DNA فيروس بيكون دبل ستراند DNA، إلا فيروس واحد وهو بيكون سنجل ستراند DNA وهو البارفو فيروس. وأما بقى عن ال RNA فيروس فهنلاقي على عكس ال DNA إن معظمه عبارة عن سنجل ستراندد RNA. وأما بقى هو في فيروس واحد بيكون دبل ستراندد RNA وهو الريو فيروس. ولو جينا أخدنا أهمية ال DNA وال RNA فهنلاقي إن هو عبارة عن الانفكشوس بارت، هو اللي مسؤول عن العدوى، هو اللي مسؤول عن تدهور حالة المريض ده. لو تخيلنا كده وجينا وجبنا فيروس وشلنا منه المحتوى الجيني ده سواء ال DNA أو ال RNA وادينا الفيروس ده الإنسان، فهنلاقي إن الفيروس ده مأثرش أصلا في الإنسان، والإنسان ده طبيعي وهيلثي.
وكمان الدي ان اي والار ان اي هم برضو من وظيفتهم ان يحصل فيرال ريبليكيشن داخل الخليه من خلال الترجمه. بعد ما يحصل ترجمه يتكون البروتين، الفيرال بروتين، اللي بعدين هتكون اعداد من الفيروس اللي بتكون موجوده داخل الخليه الى ان تنتشر وتنتقل لخليه تانية موجوده في جسم الانسان. اما بقى الوظيفه الثالثه وهي عباره عن الجين ثيرابي. من خلال الدي ان اي او الار ان اي انا بقدر اعمل الفاكسين اللي هقدر ان انا اتخلص من الفيروس ده. بالاضافه لكده كمان الكلاسيفيكيشن بتاعت الفيروس، وده اللي هنشوفه في مؤخره الفيديو، وان احنا هنقسمهم في الاخر الى عائلات. اما عن الكبسد فالكبسد ده بيتكون من اجزاء صغيره تعرف بالكبسومرز، اللي بتتحد مع بعضها عشان تدينا الجزء الأكبر منها وهو الكبسد، اللي مسؤوليتها ووظيفتها إن هي تحمي الفيرال جينوم من الانكتيفيشن اللي ممكن تحصل للدي ان اي أو الار ان اي. بالإضافة لكده كمان إن هي بتحدد لنا الشكل، سواء الشكل ده هيكون كومبلكس سيمتري، اللي بنقول عليه كومبلكس لأن هو بيكون شكله معقد بيتكون من كي جزء، وهو ده عبارة عن البكتيريوفاج. أما الجزء الثاني والشكل الثاني هو عبارة عن الكوبيكال سيمتري، وده عبارة عن مثلثات كده متحدة مع بعضها بتصل إلى 120 مثلث بيكونوا متحدين مع بعضهم كده عشان يدينا الشكل الهندسي ده اللي هو يعرف بالكوبيكال سيمتري، وده بيكون موجود في الأدينوفيروس. أما الشكل الثالث وهو الهيليكال، والهيليكال ده بيكون موجود في التوباكو ميوزياك فيروس. أما بقى عن الكبسد الوظيفة الثالثة بتاعتها فهي بتكون موجودة فيها السبايك بروتين اللي بيستطيع إن هو يرتبط بالريسبتور بتاعت الخلية، ويستطيع إن الإنسان ده من خلال العملية دي إن هو يتعرف على الأنتيجين بتاع الفيروس ده، ويبدأ بعدين إن هو يصنع الأنتي بودي اللي هيهاجم بيه الخلية دي. وبكده الكبسد ده مسؤول عن تكوين الأنتي بودي والخلايا المناعية اللي هتهاجم الفيروس ده، وكده عشان كده احنا بنقول عليه انتيجينست يعني تكوين الخلايا المناعية. اما على الانفلوبد فيروس فهو بيتكون من الليبيد او ان هو يتكون من اللايبوبروتين، يعني ليبيد مع بروتين. في الاساس كده ان هو المهم بيتكون من الليبيد اللي بيكون سنسيتيف للايثر. يعني لو جبنا ايثر كده وحطينا على الانفلوبد فيروس هنلاقي ان طبقة انفلوبد دي ابتدت ان هي تتكسر، وعشان كده ده يعتبر علاج. وعشان كده برضو الانفلوبد فيروس بتعتبر ليس ستيبل، لان انت لو جبت الايثر او الماده دي خلاص انت كده بتقضي على الفيروس ده، على عكس النون انفلوبد فيروس اللي لو جبت الايثر وعملت علاج ليها هنلاقي ان هي مور ستيبل، وعشان كده هي بتنتقل من خلال الفيكو اورال روت، وعلى عكس الانفلوبد فيروس اللي بينتقل من خلال البارنترال روت او ان هو ينتقل من خلال السكشوال روت. والانفلوبد فيروس برضو من وظيفته ان هو بيرتبط من خلال السبايك بروتين اللي بتكون موجودة عليه على الخلية زي ما اتفقنا، ويبدأ بان هو يتكاثر بداخلها، وعشان كده ده يعتبر الانتيجين اللي منه الانسان هيقدر ان هو يكون الانتي بودي اللي هيقاوم الانفلوبد فيروس، فهي مسؤولة عن تكوين الانتيجينستي اللي هتكون ضدها. أما عشان نقسم الفيروس ده لعائلات فبنقسمه على حسب إن هو عبارة عن DNA فيروس أو إن هو عبارة عن RNA فيروس. في البداية DNA فيروسز زي ما احنا اتفقنا إن DNA فيروسز معظمها بيكون دبل ستراند DNA إلا فيروس واحد وهو بيكون من البارفو فيروسز اللي بيكون سنجل ستراند DNA. زي ما انتم شايفين هو عبارة عن سنجل ستراند DNA. بالإضافة لكده كمان هو بيكون very small viruses بيصل حجمه إلى 20 نانومتر، وكمان هو بيكون non enveloped. واختصارا للدي ان ايه فيروسز اختصرناها كده في كلمة بسيطة عبارة عن دبل بي اي دبل اتش، وأول بي معانا بتدل على البابيلوما فيروسز. وزي ما انتم شايفين الشكل بتاعها، واللي بيكون مش محتوي على الانفلوبد ولكن بيتكون من الكابسيد وكمان في الدي ان ايه بداخله اللي بيكون عبارة عن دبل ستراند دي ان ايه، وكمان هو نون انفلوبد زي ما اتفقنا. وكمان الفيروس بتاع البابيلوما فيروس بيحتوي على 100 جينوتايب، وعشان كده الجسم بيواجه صعوبة ان هو يتخلص منها. وكمان هي بتكون من الورت فيروسز اللي بتستطيع ان هي بتسبب في الانسان الكانسر. اما عن تاني بي فهي عبارة عن البوكس فيروسز، واللي بتكون عبارة عن
دبل ستراند دي ان ايه. وكمان البوكس فيروسز دي بتكون من اللارج فيروسز تصل حجمها الى 400 نانومتر. زي ما انتم شايفين شكلها هي عبارة عن البريك شيب، يعني شكلها عامل زي شكل القوالب، وهي بتكون من الانفلوبد فيروس، وعشان كده اتكونت من طبقتين. وهي فيها خاصية ان هي بتستطيع ان هي تحول السنجل ستراند دي ان ايه الى الار ان ايه. هو عبارة برضو عن سنجل ستراند ار ان ايه، وسيلة انزيم فيها بيكون عبارة عن دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه بوليميريز. وكمان زي ما انتم شايفين شكل الانسان بيكون في حبوب ازاي. اما عن الاي فهي بتدل على الادينو فيروس، والادينو فيروس زي ما انتم شايفين فهي بتكون عبارة ما فيهاش انفلوبد، وفيها الدي ان ايه اللي بيكون عبارة عن دبل ستراندد دي ان ايه، وهي زي ما اتفقنا هي نون انفلوبد. وكمان هي بتسبب acute وكرونيك respiratory disease، وبتسبب conjunctivitis وكمان gastroenteritis ومشاكل في المعدة. أما بقى عن ال H فهي بتكون عبارة عن الهيبادينين فيروس، وده زي ما انتم شايفين ان هي بتتكون من انفلوبد وكابسيد، وبيكون محتوية على الدي ان ايه فيروس اللي بيكون عبارة عن سيركولار دبل ستراند دي ان ايه، وبيكون enveloped فيروس. وكمان إضافة لكده إن هو بيسبب في الليفر، وبيسبب أكيوت وكرونيك هيباتيتس بي اللي فيما بعد وبعد زمن طويل بيتحول إلى ليفر كانسر. أما بقى عن تاني اتش فهي عبارة عن الهيربس فيروسز. والهيربس فيروسز زي ما انتم شايفين إن هي عبارة عن فيها انفلوب وفيها كابسيد وفيها دي ان ايه اللي هو بيكون عبارة عن دبل ستراندد دي ان ايه. وكمان زي ما انتم شايفين ان هي كانت من الانفلوبد فيروسز، وهي كمان عبارة عن الليتنت انفكشن، يعني بتقعد في الانسان مدة طويلة، والانسان ده ممكن ما يكونش حاسس ان هو عنده الفيروس ده. اما عن ار ان اي فيروسز فزي ما اتفقنا ان معظمه سنجل ستراندد ار ان اي، الا الريو فيروسز اللي بتكون عبارة عن دبل ستراندد ار ان اي، يعني بتتكون من شريط ار ان اي مع شريط تاني عشان يدينا الدبل ستراند ار ان اي. واللي بالاضافه لكده كمان هي نون انفلوبد اللي بتسبب في الانسان الجاسترونترايتس. عشان اسهلها عليكم كده في كلمه بسيطه هنعرفها بكات فيهبر بورف، حيث ان كلمه كات فيهبر بتدل على انه هو سنجل ستراندد ار ان اي بوزيتيف سنس، واما كلمه بورف فهو سنجل ستراندد ار ان اي نيجاتيف سنس. وعشان نفهم سنجل ستراندد ار ان اي بوزيتيف سنس ونيجاتيف سنس هنفهمها حاليا. نبدا حاليا بحرف السي اللي هو عبارة عن الكورونا فيروسز، اللي هو بيكون عبارة عن سنجل ستراندد ار ان اي بوزيتيف سنس. يعني ايه بوزيتيف سنس؟ يعني بيستطيع ان هو يشتغل كام ار ان اي ويصنع البروتين بتاع الفيروس ده. ولكن النيجاتيف سنس عكس كده، هو بيتحول الى الام ار ان اي عشان يبقى بوزيتيف سنس، ويبدا ان هو يصنع البروتين بتاع الفيروس ده. وبالاضافه لكده كمان الكورونا فيروس ده هو بيكون عباره عن انفلوبد فيروس اللي بيستطيع ان هو ياثر على الابر ريسبيراتوري تراكت ويسبب فيها مشاكل زي سيفير اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. بالاضافه لكده كمان حرف ال A فهو بيدل على الاربو فيروسز اللي بيكون ليس من عائله معينه. يعني ازاي مش من عائله معينه؟ يعني تقدر تقول عليه سنجل ستراندد ار ان اي بوزيتيف سنس، او سنجل ستراندد ار ان اي نيجاتيف سنس، او دبل ستراندد ار ان اي، لان هو ليه كذا حاجه. وبالإضافة لكده كمان هو بينتقل من خلال قرصة البعوض أو الحشرات عشان يسبب في الإنسان باليلو فيفر. ليه سميناها يلو فيفر؟ بسبب إن الإنسان ده بيبقى عينه صفرة ويعمل فوميتنج بلاد، وبالإضافة لكده بيبقى عنده فيفر. أما الدنج فيفر بيبقى عنده ألم في العين وألم في المفاصل والعضلات، بالإضافة لكده كمان الفيفر اللي بتكون عنده. أما حرف التي فهي بتدل على التوجا فيروسز اللي بتكون عبارة عن سنجل ستراندد ار ان اي بوزيتيف سنس. بالإضافة لكده كمان برضو بتكون هي enveloped viruses، واللي بيشتمل على فيروسز هو الجيرمان ميسلز، واللي هو عبارة عن الحصبة الألمانية. الإنسان ده بيبقى عنده سجام ورشح وكده. أما حرف الإف فهو بيدل على الفلافي فيروسز اللي بيكون عبارة عن single stranded RNA positive sense. بالإضافة لكده كمان هو enveloped viruses اللي بيسبب، والسبب بتاعه هو برضه جلسة البعوض والحشرات، عشان برضه يسبب نفس اللي كان بيحصل في الاربو فيروسز، هي اليلو فيفر والدينج
فيفر. وبرضو بيعمل الهيباتيتس سي. اما بقى ناجل بقى للحرف فيبر، فناجي الحرف الاتش، فهي الهيبي فيروسز، واللي هي عبارة عن سنجل ستراند ار ان اي بوزيتيف سنس، واللي بيسبب هيباتيتس اي. اما بقى حرف البي فهو بيدل على البايكورنا فيروسز، اللي بيكون عبارة عن سنجل ستراند ار ان اي بوزيتيف سنس، وهو بيكون نون انفلوبد. حاليا هو الوحيد اللي نون انفلوبد، اللي بيسبب بوليو فيروسز يعني شلل الأطفال، وإيكو فيروسز ده فيروس بيعمل مشاكل كده في الجهاز الهضمي. راينو فيروسز ده بيبقى منه يصل إلى أكتر من 100 جين، وعشان كده إحنا بناخد نزلة البرد بتاعته دي في السنة كذا مرة، هو اللي بيسبب نزلة البرد أو الكومن كولد. بالإضافة لكده كمان البايكورنا فيروسز بتعمل هيباتيتس A. أما بقى عن حرف الآر فهو بيدل على الريتروفيروسز، اللي بتكون من السنجل ستراندد RNA بوزيتيف سنس. بالإضافة لكده كمان هي من الانفلوبد فيروسز، اللي بيكون فيها انزيم مشهور هو الريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، اللي بيحول ال RNA ل DNA، ويبدأ ال DNA ده يترجم ويكون البروتين بتاع الفيروس ده، اللي بيسبب مرض الإيدز. والمرض الإيدز ده بيسبب ضعف في المناعة، بيخلي الإنسان ده بياخد أي عدوى حرفيا. أما بقى بورث فنجي أول حرف فيها هو الباراميكزو فيروسز، اللي بتكون عبارة عن سنجل ستراندد RNA نيجاتيف سيلز، وبالإضافة لكده تشمل على بعض الفيروسات زي الممس فيروس، وهو ده عبارة عن الفيروس اللي بيسبب مشاكل في الغدة النخامية، يعني بيعمل سويلنج في الباروتيد جلاند. أما الميسلز فيروسز فهو عبارة عن الحصبة الألمانية، اللي الإنسان ده بيبقى عبارة عن رشح كده أحمر موجود في الجسم بتاعه وبيأثر على الأطفال. كمان عندها البارا انفلونزا فيروس، وكمان عندها ريسبيراتوري سينسيشال فيروس. أما بقى ناجي للحرف التاني في كلمة بورف هو حرف الأو، هو أورثوميكزو فيروسز، اللي بتكون عبارة عن سنجل ستراند RNA نيجاتيف سنس. بالإضافة لكده هي من الانفلوبد فيروسز، اللي برضو فيها بتكون عبارة عن سيجمنتد RNA. يعني عندها سيجمنتد RNA؟ تخيل كده انت معاك مكعبات، شغال تركب المكعبات دي كل مرة بشكل معين، ده بالظبط زي كده. وعشان كده احنا بناخد دور الانفلونزا ده ودور العدوى بتاعة الانفلونزا سنويا كذا مرة. اما حرف الار فهو عبارة عن الريبدو فيروسز، اللي هو عبارة عن سنجل ستراند RNA نيجاتيف سنس. بالاضافة لكده هو انفلوبد فيروسز، اللي بيسبب وعنده يشمل الريبس فيروس، اللي بينتقل من خلال عضة الكلاب، او ممكن اني قطة خربشتك اصلا. اما حرف الاف فهو عبارة عن الفايلو فيروسز، اللي بيكون سنجل ستراند RNA نيجاتيف سنس ومن الانفلوبد فيروسز. بالاضافة كده كمان هو بيشمل على ايبولا فيروسز، اللي بيكون عبارة عن فيروس شريطة كده وبيسبب سيفير هيموراجيك فيفر.